برج الجدي من الأبراج اللي دايما محسوب عليها إنها جدية وعملية. بس هل ده كل اللي في الموضوع؟ الحقيقة في حاجات كتيرة ما اتقالتش عن شخصية برج الجدي، حاجات لو عرفتها هتخليك تشوفه من زاوية تانية خالص. أكتر حاجة ممكن تخدعك في برج الجدي هي القناع اللي لابسه دايما. شكله الخارجي ممكن يديك انطباع إنه شخص بارد أو ما بيحسش، بس جواه قلب كبير وحنين جدا. بس مش أي حد بيوصل له. لو وصلت للمرحلة دي هتشوف شخص مختلف تماما. برج الجدي بيتقال عليه الأسد الصامت، مش بيحب الكلام الكتير عن طموحاته، لكنه دايما بيخطط ويوصل لأهدافه بخطوات ثابتة وواثقة. ممكن تقعد جنبه وتلاقيه في عالم تاني بيفكر ازاي يحقق كل اللي في دماغه، ومهما كانت الصعوبات مفيش حاجة بتوقفه. لو حصلت لك مشكلة وكنت محتاج حد يقف معاك، برج الجدي هيكون أول واحد تلجأ له. مش بس هيقف جنبك، لكنه كمان هيقدم لك نصايح عملية هتساعدك تطلع من أي أزمة. هو يمكن مش هيقول لك كلام حلو زي باقي الأبراج، بس أفعاله بتتكلم أكتر من كلامه. رغم ان برج الجدي معروف بانه عملي ومنظم، الا انه في الحقيقة بيكون حساس جدا من جواه. ما بيحبش يبين ضعفه، لكنه بيتأثر بأي كلمة او موقف، وده السبب اللي بيخليه حريص دايما في اختيار الناس اللي حواليه. لو كان في بطولة للصبر، برج الجدي اكيد هياخدها. بيعرف ازاي يستنى ويخطط في صمت لحد ما يوصل للحظة المناسبة. مهما خدت خططه وقت، هو مش بيستعجل، وده اللي بيخليه غالبا ينجح في اللي بيعمله. برج الجدي ممكن بيبان عليه انه تقليدي او ممل، بس الحقيقة ان عنده جانب مغامر بيظهر مع الناس اللي بيحس معاهم بالراحة، سواء كانت مغامرة في شغل جديد او سفر لمكان بعيد. هو بيحب يكتشف كل جديد بس بطريقة محسوبة. الجدي عنده قدرة رهيبة على ملاحظة التفاصيل اللي محدش بياخد باله منها، وده بيخليه شخص دقيق جدا في شغله وعلاقاته، وعشان كده ساعات بيبان انه بيركز اكتر من اللازم، بس دي طبيعته. خلاصة الموضوع، برج الجدي مش بس شخص عملي وجاد، لكنه كمان مليان خبايا واسرار بتخليه مختلف ومميز. لو عرفت تتعامل معاه صح، هتكتشف فيه جوانب مدهشة ممكن تغير فكرتك عنه تماما. ايه رأيك؟ اتفاجأت بشوية حاجات عن برج الجدي، مش كده؟ ما تنساش تشارك الفيديو ده مع اصحابك من برج الجدي.